بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة مملكة الجزائرية. اليوم إن شاء الله جبت لكم حلوة جديدة دائما مع سلسلة جديد حلويات 2025. اخترت لكم هذه الحلوة اللي أكثر من رائعة يا البنات. حلوة بزاف بنينة في المذاق تاعها وبزاف بريزونطابل في الشكل تاعها، بحشو مختلف على الحشو اللي موالفينه في الحلويات البريستيج. نتمنى ان شاء الله البنات تعجبكم هذه الحلوه اللي اخترتها لكم نهار اليوم. دعموا الفيديو بجام هكذا كنوع من التشجيع، وتخليوا لي رايكم في التعليقات. بلا ما نطول عليكم مباشره على بركه الله نروحوا باش نوجدوا الحلوه تاعنا. هنايا بسم الله اول حاجه نوجدوا البسكوي. عندي زوج حبات تاع البيض يكونوا بحراره الغرفه، رشه تاع الملح، شويه تاع لافاني، ودرت نصف كاس تاع السكر العادي ولا السكر الحبيبات. نخلطهم هنايا غير بالضرب اليدوي، ما يحتاجش كامل نستعمل الباطور البنات. راح نخدموا بسكوي على السريع. ضفت هنايا نصف كاس تاع الزيت النباتيه ونخلط جيدا، يعني كل ما نضيفوا حاجه نخلطوها مليح مليح هكذا باش نعاونوا حبيبات السكر يذوبوا معنا. هنايا ضفت نصف كاس تاع الحليب يكون دافي ولا بحراره الغرفه ماشي سخون. نزيد نخلط تانيت ومن بعد نضيفوا هنايا الفارينه والخميره. بالنسبه للفارينه راح تدي لكم من كاس غير حتى الكاس على حسب حجم البيض تاعكم ولا كبير ولا صغير. وضفت هنا تانيت ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات اللي هي نصف كيس تاع خميره. نخلط هذه المكونات كما قلت لكم. هنا شوفوا الخليط تاعكم بعد ما ديروا كاس غير ربع تاع الفارينه. شوفوا القوام تاعو كيما انايا هنا لقيته خفيف بزاف، صافي زدت حوالي ربع الكاس، يعني كامل هذه المكونات داولي كاس تاع الفارينه، دائما بالكاس تاع 240 مليلتر. يعني هذا الخليط لازم تتحصلوا عليه يشبه الخليط تاع المسكوتشو، ما يكونش كيما قلت لكم خفيف كامل ما لازمش يجي عاقد بزاف. هنا انا راني كملت كامل ربع الكاس تاع الفارينه فوق هذاك الكاس غير ربع، معناتها دالي مجموع الفارينه كاس ممسوح. كي نتحصلوا على هذا الخليط اللي راكم تشوفوا فيه في الاخير راح نفرغوه في سنيوه اللي دهنتها بشويه تاع الزيت، الابعاد تاعها 20 على 20 سنتيمتر. ومن بعد ندخل البسكويت تاعي للفرن، يكون مسخن من قبل طبعا على 170 درجه مئويه. كي نشوفوه حمر من تحت يعني تحمروا الجوانب جيدا، نشعلوا عليه من الاعلى ومن بعد نحوه ونخلوه يبرد كامل. في جهه واحده اخرى نجيو باش نذوب الشوكولا. راح نفهمكم منها اليوم بالنسبه للاخوات اللي يسقسيوني بزاف على الشوكولا البيضاء والطريقه الصحيحه باش تذوبوها، هي انه عندي هنا كميه تاع 250 غرام تاع الشوكولا بيضاء، يعني بديل الشوكولا، ما نقدروش نقولوا عليها شوكولا، هي بديل الشوكولا. حاولوا تخيروا نوعيه مليحه يعني بنينه. قطعتها قطع صغيره، مهمه هذه العمليه البنات باش ما تنحرقش معاكم الشوكولا وتمد لكم طعم ماشي مليح. ومن بعد نحطوها في اناء يكون نظيف ما فيش اي سوائل، ونحطوها فوق كاسرونه اللي فيها كميه تاع الماء. هنا الماء اللي في الكاسرونه ما لازمش يقيس الاناء اللي فيه الشوكولا باش كما قلت لكم ما تنحرقش معنا الشوكولا كي نكونوا نذوبوا فيها. وبعد نحطوها فوق النار غير يعني تبدا تذوب، ما تخليوهاش تذوب 100%، غير تبدا تذوب طفيوا النار وخليوها تكمل ذوبان في السخونيه تاع الكاسرونه. هنا بالنسبه للمول اللي خيرته لكم نهار اليوم، هذا هو البنات، هذا المول بزاف شباب، خرج جديد كما قلت لكم، جاي على شكل حبه تاع توت العليك. هذه هي العلبه تاعو كيفاش يجي في العلبه. يجي هذا المول طروادي البنات كما قلت لكم، يعني الشكل تاعو بزاف رائع، يخرج لكم الحبه يعني كون ما تعضوش الحبه ما تقولوش باللي حبه تاع حلوه. هنايا طبعا المول تاعي قبل ما نستعملوه نغسلوه جيدا ونخليه ينشف مليح ما تنشفوش بسربيته ولا خلوه ينشف في عقله. ومن بعد باش تستعملوه هكذا باش تخرج لكم شوكولا لماعه، سواء الشوكولا هذه البيضاء اللي تلونوها ولا شوكولا اللي تكون بالحليب ولا شوكولا سوداء واش استعملتوا باش تخرج لكم الحبه لماعه. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما ذوبت هذيك الشوكولا قلت لكم يعني ما تخلوهاش تطول بزاف، غير تبدا تذوب، طفيوا النار وخليوها تكمل الذوبان تاعها في السخونيه تاع الكسرونه. جبت هنا ملون غذائي اكيد خاص بالشوكولا، لازم يكون خاص بالشوكولا البنات وتكون نوعيته ممتازه، راهم يختلفوا البنات. كي تروحوا تشريو ماذا بكم شوفوا الحاجه دائما الحاجه يعني
عموما ماشي دايما الحاجه الرخيصه ولا الدنيا ما تكونش يعني النتيجه تاعها مليحه. صافي نتوما شريو حاجه مليحه. شوفوا هاد القرعه انا ما شريتهاش يعني ماشي هادوك اللي مكتوب فيهم ملون شوكولا، لا رحت المول حانوت كيما نقولوا فليكساها لي من قرعه كبيره فرغها لي كيما كشغل نشريو ليكستري تاع لافاني ولا تاع مزهر ولا اي حاجه. هذيك هي النوعيه الممتازه البنات. هنا بقيت نلون طبعا في الشوكولا تاعي، اكيد شوكولا ما نزيدوا لها والو. بقيت في هذاك الملون نزيد فيه حتى وين تحصلت على اللون اللي انا نحوس عليه. هنايا جبت مباشره المول تاعي اللي راه نظيف كامل وناشف. طبعا ندهن، حندير 2 طبقات ولا 3 تاع هاد الشوكولا الملونه، وندير اول طبقه بالملعقه، يعني ندير كميه لابس بيها، وندير صاير داير المول تاعي خاصه في الحواف من الفوق ولا في الجوانب. ومن بعد ندخل المول تاعي للكونجيلاتور للمجمد، يعني واحد 5 دقائق ولا تلقاوها جمدت. تزيدوا عاودوا الطبقه الثانيه، وكي ديروا الطبقه الثانيه زيدوا يعني لا شفتوا الحبات تاعكم ما تغطاوش ولا المول تاعكم ما تغطاش بالشوكولا، عاودوا الطبقه الثالثه. يعني هنايا على حسب نتوما الطبقه تاعكم ولا كثرتوا ولا لا. المهم لازم تمسحوا بعنايه باش ما تجيش طبقه خشينه تاع الشوكولا، من بعد الحبه ما تجيكمش يعني بنينه، تجي فيها بزاف شوكولا شغل تجيكم حلوه بزاف. هنايا جيت للبسكويت تاعي اللي راه بارد كليا، راح نفتو هكذايا اولا بيديا كما راكم تشوفوا. وهاد العمليه لازم ديروها يعني بعد ما يكون البسكويت بارد تماما. ومن بعد نجيب هنايا اشوار نرحي هاد البسكويت كامل كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم نهار اليوم راح نبدل الحشو كامل تاع هاد الحلوه، على عكس يعني واش موالفين في لي غاتو بريستيج. هاد الحشو لا يجي بنين بالبزاف. واكيد من بعد راح نقول لكم واش تقدروا تعوضوا باش تقدروا تعوضوا هاد البسكوي الاخوات اللي ما حبوش يديروا البسكوي. هنا نكمل نرحي البسكوي تاعي كامل، مع انه انا هاد المكونات يعني بقى لي حشو بزاف. صافي نتوما تقدروا ديروا غير حبه تاع بيض يعني وتنقصوا كامل المكونات ولا المقادير باش تتحصلوا على كميه قليله تاع البسكوي. خاطرش انا درت 14 حبه من هاد الحلوه، يعني صافي بقى لي بزاف. هنايا بالنسبه لهذاك البسكوي كما راكم تشوفوا قلت لكم يعني نحيت منه كميه، ومن بعد الباقي ضفت له كميه تاع المكسرات. واش عندكم؟ انا استعملت الجوز محمص ومرحي كونكاسي، يعني تستعملوا حوالي كاس غربوع حتى الكاس تاع مكسرات، فقط حمصوهم ورحوهم خشان. هنا ضفت كميه تاع كريمه البندق الا صحت لكم البنات، ولا ما كانش تقدروا تستعملوا غير شوكولا تارتيني. انا كريمه البندق كانت عندي من قبل يعني فاستعملتها في هذا الحشو، ولا ما كانش قلت لكم بكل سهوله استعملوا غير شوكولا تارتيني. درت القليل من عطر الفانيلا وخلط، يعني بقيت هكذا نضيف الشوكولا تارتيني حتى وين تلم معايا الخليط، يعني تحصلت على حشو طري. اكيد في الاخير نضيف له حاجه اختياري، هذه ملعقه صغيره تاع لا مارغرين تكون طريه هكذا باش الحشو تاعي دائما يبقى طري وما ينشفش. ومن بعد كنت تحصلوا على حشو طري كما راكم تشوفوا. خلاص هنا راح نروحوا نحشيو الحبات تاعنا تاع الحلوه. هنا الطابع تاعي ولا المول تاعي بعد ما درتو 3 طبقات تاع الشوكولا. اكيد في كل مره البنات قلت لكم تحطوه في المجمد. جبت هنايا الحشو هذاك اللي راه واجد مع الفوغاج. استعملت نهار اليوم فوغاج تاع التوت العليك ولا الفرومبواز، شغل على حسب الحبه تاع الحلوه تاعي. اكيد الحشو هنا يعني ما تتقيدوش بيا البنات، تقدروا تحشوا بوش حبيتوا. ديجا انا هاد الحلوه ولا هاد الشكل درته هذا فوغاج عفوا تاع الفرومبواز، والحبات الاخرين درتهم بشوكولا، يعني حشيتهم بشوكولا تارتيني عادي. يعني ندير هكذا كميه تاع هذاك البسكوي المكسرات، ومن بعد ندير شغل حفره فقط ما تضغطوش بزاف باش ما تتكسرش معاكم الشوكولا. ومن بعد كي ندير هذيك الحفره غير بصبعتيه ندير كميه قليله تاع الفوغاج، ومن بعد نغلق بكميه اخرى تاع الحشو. نعاود لهذا الحشو يعني نعاود ندير له كميه قليله تاع الشوكولا تارتيني. هنا انا خلصت لي الشوكولا البنات اللي ذوبتها اللي كانت ملونه،
وبعد شغل زدت الشوكولا، يعني على هذه تبان لكم شغل اللون باهت شويه. صافي زدت شوكولا البيضاء، يعني ذوبتها فوق هذيك اللي كانت ملونه، يعني ما درت لهاش ملون اخر. نحاول نغلق هكذايا فوق كل حبه، ونرجع للمول تاعي المجمد باش تزيد تشد روحها واحد 5 دقائق، ونجبدوها باش نديموليوها. هنا كما قلت لكم في البدايه، هاد الليمول بزاف بزاف هايلين، طروادي هادوما يخرجوا الحبه يعني ما شاء الله. فقط يعني تروحوا معاهم بالسياسه. هي كي تجيو ديموليو لازم الوحده تكون عندها خاطر باش ديمولي الحبه باش ما تتكسرش معاها. ولا كنتم مقلقين ولا عندكم شغل يستنى فيكم، ما كان له كامل ديروا هاد الحلوه، هاد المول ماشي هاد الحلوه. كما قلت لكم خاطرش يحب يعني الواحد يسايسو هكذا يروح معاه بلا عقل. يعني تنحيو كامل الطروف هكذا بالكوردون ماشي الموس، تروحوا تقطعوا كامل هذاك المول يروح خساره. بالكوردون ديروا ساير داير الحبه تاعكم، يعني تنحيو كامل هذيك الشوكولا، ومن بعد ديموليوها. هنايا باش نزين الحلوه تاعي عندي كميه تاع الصابلي اللي وجدتها من قبل، صابلي عادي. نكتب لكم المكونات تاعو البنات اسفل الفيديو. ومن بعد درتو بشويه تاع الناكري كما راكم تشوفوا، ومن بعد لصقت بشويه تاع الشوكولا. وكتزيين بسيط جبت كميه تاع السكر الملون، راه يتباع يعني واجد. نوريكم القاروره تاعو. فرطو هكذا في طبسي صغير، ومن بعد زدت عليه كميه تاع السكر الالماس ولا سكر ديامون. بقيت نخلط هكذا ودرتهم كتزيين فوق الحبه تاع الحلوه كما راكم تشوفوا. هذا هو السكر الديامون والسكر الملون. يعني انتم خيروا اللون اللي حبيتوه، انا حبيته يعني باللون الاصفر. شوفوا الشكل كيفاش يجي البنات، وانتم استعملوا الشكل ولا اللون اللي حبيتوه. طبعا انا وانا نخدم في هذه الحلوه جا في راسي هكذا اني نجرب معكم بالشوكولا البيضاء وحدها بلا ما نلونها، ودرت لكم هكذا حبيبات. شوفوا الشكل النهائي تاع الحلوه تاعي كيفاش تجي البنات. بالنسبه لهاد اللي جايين باللون الاحمر قلت لكم زينتهم بالسكر الملون هذاكم مع السكر الالماس، وهذوك اللي جايين باللون الابيض زينتهم بورد الشوش فتتو هكذا مع السكر الالماس. اكيد دوك نقسم لكم من كل حبه باش تشوفوا شكل الحلوه تاعنا يعني من داخل كيفاش تجي، وشوفوها على برا كيفاش تجي. يعني الشكل يبان يعني سبحان الله تبان كي شغل صح حبه تاع توت العليق. يجي بزاف بزاف بنين هاد الشكل ولا هاد الحلوه تجي بزاف بنينه، والشكل بزاف هايل. انا عجبني صراحه. قولوا لي نتوما في التعليقات اما شكل اللي عجبكم الاحمر ولا الابيض، يعني الشكل نفسه واش من لون عجبكم الاحمر ولا الابيض، هكذا باش نعرف الاراء تاع المتتبعات تاعي. اكيد هنا راح نقسم لكم حبه من كل لون كما قلت لكم. بالنسبه لهاد اللي جايين باللون الابيض قلت لكم حشيتهم بالشوكولا تارتيني، وهادو حشيتهم بالفوغاج تاع توت العليق. شوفوا البنات كيفاش تجي من داخل، تجي واحد الحشو يجي بزاف بزاف بنين. هذيك الشوكولا تارتيني ما بانتش يعني في الكاميرا، حتى وين تاكلوها باش تحسوا بها. جا شكل ولا اروع، بنه عظيمه. اكيد هذوما الحلويات بريستيج البنات. حيت تقولوا لي شويه مكلفه، مي هادو هما يعني كما نقولوا هذا النوع من الحلويات شبح الطبسي ولا شبح الطاوله، ماشي شرط ديروا كميه كبيره منها. شوفوا الحبه كيفاش تجي. نفس الشيء بالنسبه للحبه اللي باللون الاحمر تانيت راح نقسمها لكم البنات. يعني صدقوني هذا الحشو بزاف بزاف بنين، يعني مختلف عن الحشو اللي تعودناه في لي غاتو بريستيج. هاد الحشو لا روماركيتو يعني يشبه شويه الحشو تاع الثومه، حلوه الثومه، مي يعني بطريقه مختلفه. الاخوات اللي ما حبوش يستعملوا البسكوي كما قلت لكم نعطيكم واش تعوضوه. يعني تقدروا تستعملوا البسكوي هذاك اللي يتباع واجد ماكا ولا اي نوعيه حبيتوها، ترحوه نفس العمليه، ترحوه وتخلطوه مع المكسرات وباقي المكونات، مي لنتيجه افضل وبنه احسن استعملوا هذا البسكوي اللي نطيبوه في الدار. اكيد نزيد نوري لكم الحبه اللي درتها معاكم يعني اللي باللون الاحمر. شوفوا هنا كيفاش يجي يعني الفوغاج باين البنات تاع الفرامبواز، تجي تانيت بزاف بزاف هايله وبزاف بنينه.
كانت هذه هي الحلوه تاعي تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله البنات تعجبكم، تجربوها مناسباتكم افراحكم، وما تنسوش تقولوا لي اما لون عجبكم انتوما، الاحمر ولا الابيض. خليوا لي رايكم، اكيد نفرح بالتعاليقكم. خليوا لي جيم لهذا الفيديو، بارطاجيوه للاهل والاحباب، والى الملتقى في فيديو اخر بحول الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله.